بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يوم جديد وروتين جديد وطاقة إيجابية جديدة. يا حبايبي عاملين إيه؟ وحشني من الفيديو اللي فات دايما والله، يا رب في حياتي كده. طيب تعالوا نشوف الكيكة الجميلة، كيكة الروانة ده هنعملها ازاي النهاردة. ماشي، مقاديرها كتير بس سهلة وجميلة والله، وتدي طعم جميل ان شاء الله هتحبوها قوي. تعالوا نقول بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونبدأ بقى نشوف المقادير بتاعتنا الجميلة للفيديو الجميل ده النهاردة. طب يا حبايبي احنا هنبدأ ان شاء الله. هنعمل ايه؟ كوباية دقيق، ماشي، كوباية سميد. نطلب من يعني ايه اللي بنشتري منه كده نكون سميد ما فيش عليه اي مواد تانية. ماشي يا حبايبي. وبعد كده ايه؟ قلنا كوبايه دقيق، كوبايه سميد، 3/4 كوبايه لبن، وهنضيف عليهم علبه زبادي هيدونا كوبايه، ماشي، بدرجه حراره المطبخ. طيب بعد كده 3/4 كوبايه سكر، وبعد كده برضو 3/4 كوبايه زيت، وبعد كده 3/4 كوبايه جوز هند. ده المقادير الايه اللي هي ايه اللي هنقلبها في الخلاط. ماشي. طيب معانا برضو عدد 2 بيضه، معانا كيس كيك شيف، معانا 2 كيس فانيليا عشان ريحتها تبقى حلوه كده، معانا نص معلقه يا حبايبي فروتي اللي هو التانج ده اللي هو بالبرتقال، يدي طعم حلو ولون حلو كده، يعزز لون، ورشه الملح طبعا، ومعلقه الخل. طب هنبدا بقى نحط في الخلاط ايه؟ هنحط عدد الاتنين بيض، معاهم الفانيليا، معاهم ايه كوبايه اللبن بالزبادي، معاهم ايه كوبايه 3/4 كوبايه السكر، وهنضرب ضرب ايه شويه كده مع بعضه لما يمتزج السكر مع البيض مع الفانيليا. ماشي يا حبايبي. مع ايه نص معلقه التانج دي. طيب ونضرب ضرب جامد، وبعد كده هننزل ايه ب3/4 كوبايه الزيت. ماشي يا حبايبي. كل ما ننزل مقدار نضرب، كل ما ننزل مقدار نضرب. ماشي. طيب بعد كده هننزل بايه قلنا نزلنا بالزيت، يعني نزلنا بالسكر والبيض، ونزلنا ايه بالتانج، ونزلنا باللبن اللي هو عليه الزبادي، ونزلنا ب3/4 كوبايه زيت. ماشي يا حبايبي. هننزل بقى بعد ما ضربناهم كده، هننزل بالجوز الهند برده في قلب الخلاط، بيدي ريحه وجمال، وخلي المقدار السائل ده ريحته حلوه قوي. طيب خلاص ضربناهم في الخلاط ضرب جامد، نسيبهم على جنب ونيجي نشوف المواد السائله بتاعتنا، المواد الجافه ولا يعني انا نسيت. ماشي. طيب نخلناه مره واتنين، ونخلته قدامكم 3 مرات اهو بالبيكنج باودر. ماشي. طيب نخلناه وحطينا عليه ذره الملح البسيطه بتاعتنا ديت، وحطينا عليه البيكنج باودر، وقلبناه تقليب كويس. وهننزل عليه ايه بقى يا حبايبي؟ حطينا في الشفشق كمان من حق ايه معلقه الخل عشان ما ننساهاش. طيب قلبنا تقليب كويس. لسه بقى المقدار ايه حاجه مهمه بقى هنزلها اخر حاجه، بعد ما قلبنا المقدار السائل مع المواد الجافه قلبناه مع بعض، لسه حاجه واحده السميد هنحطه اخر حاجه. اخر حاجه يا حبايبي، عشان ايه؟ ده السميد ده بيقلب عجين، لو انتوا قلبتوا كتير فيه هيقلب عجين كده ويبقى مش عايزينه عجين. ماشي يا حبايبي. طيب معانا الصينيه غلفناها بايه مواد ماده يعني دهنيه، زبده، سمنه، زيت الموجود عندك، وتبدرها بالدقيق. ماشي. وتشيل الدقيق الزايد منه، وننزل بقى بالخليط بتاعنا الجبنه دي تبقى ايه سميكه شويه، خليطها نازل ايه يعني الكيكه مش سايله، لا هي سميكه شويه عشان خاطر ايه دي السميد والجوز الهند طبعا ايه ما شاء الله متقل، ولا يهمكم يا حبايبي. ماشي. هنزلها على فرن 180، صينيه تكون 24 صغيره معقوله عشان تبقى ايه هشه وحلوه كده. وبعد كده يا حبايبي ندخلها الفرن، هتاخد معانا ايه من 30 ل 35 دقيقه. وبعد كده هنبتدي ايه نطلعها من الفرن. طبعا استوت وبقت حلوه، هي خدت معايا لون بسيط ايه لان الشوايه ولعتها فخدت لون معايا سنه كده. ماشي يا حبايبي. بعد كده هنسقيها شربات، عملنا ايه كوبايه سكر، كوبايه ميه، وعصره ليمون. ماشي. هيدينا كوبايه ايه سائل شربات كده هنرشها بيه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لو وصلتوا معايا لحد كده يا حبايبي حطوا لي كومنت حلو كده ولايك جميل يشجع الفيديو، وفعلوا زر الجرس عشان كل جديد يوصل باذن الله. ماشي يا حبايبي. طيب عملناه بعصايه الشيش طاووق كده عشان ايه عملنا فيها الفراغات بالعصايه كده عشان الشربات ايه لما نسقيها. المهم هي طلعت من الفرن الشربات يبقى برد يا حبايبي، عاملينه من اول ما اشتغلنا في الكيكه فبرد وتقل كده وبقى جميل معاه. طيب الكيكه طلعت معانا من الفرن ما شاء الله نخرمها كده بعصايه الشيش طاووق، نعمل فراغات بيها عشان الشربات ينزل فيها، بس طبعا لما تبرد ما شاء الله تبقى بدرجه حراره المطبخ كده عشان ما تعجنش معانا يا حبايبي. ماشي لحد كده ايه ما الكلام ما شاء الله مظبط. طيب بعد ما سقناها بالشربات هنبتدي بايه شربت تكون بتشرب معاك والله لو كوبايتين هتشرب ما شاء الله، بس انا ما بحبهاش مسكره قوي.
بعد ما شربت الشربات يا حبايبي سيبها تهدى جنبك كده. بس انا الصراحه استعجلت عليها عشان اقطعها عشان انزل الفيديو باذن الله. ماشي، يلا حطوا له كومنت حلو كده ولايك جميل يشجع الفيديو، واشتركوا في القناه بتاعتي، دايما اشتراككم بيسعدني وبيفرحني يا حبايب قلبي. ماشي، ما تنسونوش من فيديو من اللايكات بتاعكم الجميله، ما شاء الله طالعه هشه وجميله. جربوها يا حبايبي جربوا، وزيناها بقى بالجوز الهند بالكريز، ما شاء الله طلع جميله. مع السلامه.